في أغلب القصص والأفلام والمسلسلات دائما تيكون البطل وسيم والشرير تيكون بشع وقبيح، ولكن هاد الأمور غير في الأفلام والحكايات، أما الواقع تيكون مختلف نهائيا، حيت راه مستحيل تحكم على شي واحد من خلال المظهر الخارجي ديالو، وكيف كيقولوا المظاهر خداعة يا صديقي. وهاد المقولة اللي غادي نعطيك بغيتك تعقل عليها مزيان ولا اعمل ليها سكرين باش تبقى عندك. النحلة التي تحمل في فمها العسل تحمل أيضا في ذيلها إبرة. كيف قلنا أن المظهر القبيح ماشي دليل على الشر ديال الإنسان، وخير مثال هو بطل القصة ديال اليوم تيد باندي، ولا نقدروا نقولوا الشرير ديال القصة. إلا شفتي الصورة ديالو أول مرة تقدر يسحب ليك أنه شي ممثل ولا مغني ولا شي لاعب ديال الكرة كان معروف في القرن الماضي. الوسامة والكاريزما ديال هاد خونا هما اللي خلاوه يستدرج الضحايا ديالو للفخ بكل سهولة، وهذا الشيء أدى أنه يتكلاصى مع الأوائل في الترتيب ديال القتلة المتسلسلين في العالم. تزاد ثيودور روبرت باندي في 24 نوفمبر سنة 1946. بحال بزاف ديال القتلة كانت الولادة ديالو ناتجة عن علاقة غير شرعية. الأم ديال تيد كانت سميتها لويز كويل، وفاش ولدت تيد كان في عمرها 22 سنة، ولكن الأب ديالو مازال ما معروفش إلى يومنا هذا. العلاقات المتعددة اللي دارت خلاوها ما تعرف الدقة منين جاتها. الوالدين ديال هاد الفتاة خافوا من الفضيحة والعار، وهما يتبناو داك الطفل الصغير. تيد كان كيسحب ليه أن جدو وجداته هما والديه الحقيقيين، وأن مو ديال بصح اللي هي لويز كان كيسحب ليه هي اختو الكبيرة. ولكن من بعد غادي يلقى واحد عقد زديات ديالو فاش كان يلاه باقي صغير. المشكل انه لقى في الوثيقه ان السيده اللي كتسحب ليه بانها اختو الكبيره هي ماشي اختو، وانما هي الام ديالو الحقيقيه، ولقى مكتوب في الوثيقه بانه ابن غير شرعي. ودابا يمكن لكم تتخيلوا اصدقائي النفسيه ديال تيد باندي في هذيك اللحظه. هادوك اللي كان كيسحب ليه هما والديه طلعوا هما جدو وجداته، واختو الكبيره طلعت هي امه. يعني بحال بغيتي تقول شي مسلسل هندي. تيد ما تقبلش هاد الحقيقة نهائيا، وغادي يتحول من شخص ظريف ومحب للخير إلى كائن شرير يكره الناس ويكره العالم، وغادي يخرج هذاك الوحش النائم اللي فيه. وهنا غادي تبدا سلسلة الجرائم ديال تيد باندي. في البداية كان كيقرا علم النفس في جامعة واشنطن، ولكن من بعد غادي يقلبها للقانون، حيث كان مهووس بشي حاجة سميتها السياسة، وكان عنده واحد الهدف حاطو قدام عينيه هو البيت الأبيض، يعني كان باغي يولي هو الرئيس ديال الأمريكان في هذاك الوقت. تيد باندي كان فاشل في العلاقات ديالو مع النساء بسبب عدم التحكم في الغضب، وكان دائما كيتعصب على أبسط الأشياء. ويمكن السبب الأهم من هذا الشيء هو الهواية الجديدة اللي ولا كيمارسها، وهي القتل بدون رحمة أو شفقة. 1 فبراير 1979 كان هو النهار اللي بدا فيه هذا الوحش كيفترس في الضحايا ديالو. الضحية الأولى كانت هي واحد البنت سميتها ليندا، عندها 21 سنة. ليندا كانت ساكنة في واحد المنزل غير هي والصديقة ديالها، كل وحدة شادة بيت بوحديتها. وكانت ليندا كتخدم في الراديو. في أحد الأيام الصديقة ديال ليندا سمعت الصوت ديال المنبه، ولكن هذا الصوت استمر لواحد المدة اللي كانت طويلة. ناضت الغرفة ديال ليندا باش تشوف شنو كاين، حيت هاد الشيء راه غريب شوية. فاش دخلت ما لقاتهاش في الغرفة ديالها، وزادت قلبت عليها في الدار كاملة ولكن ما لقاتها حتى في شي بلاصة. المدير ديال ليندا براسو عيط عليها حيت ما جاتش الخدمة، وحتى من والديها بقاو كيعيطوا ولكن ما جاوبهم حتى واحد. الاختفاء ديال ليندا كان ماشي طبيعي. داك الساعة مشاو ديكلاراو بالاختفاء ديالها عند البوليس. البوليس فاش وصلوا للدار أول حاجة داروها هي قلبوا الناموسية ديال ليندا، والمفاجأة أنهم لقاو نقطة ديال الدم في داك السرير. هذا الأمر زرع الخوف في البوليس وحتى في والديها، وهنا الشرطة داروا احتمال أنها ربما تكون جريمة قتل مور هذا الاختفاء، ولا على الأقل كاين شي اختطاف تما. البوليس واخا داروا التحقيقات إلا أن ليندا ما بانش ليها الأثر. من بعد ما داز تقريبا شهر على هذه الحادثة، غادي تختفي طالبة أخرى سميتها دونا مانسون. الشهر اللي موراه غادي تعاود نفس العملية، وهاد المرة مع الطالبة سوزان رانكورت اللي في عمرها 18 سنة. ايضا حتى في الشهر اللي موراه اللي كان هو ماي نفس البلان عاوتاني مع الفتاة روبرتا صاحبة 21 سنة. في شهر يونيو صاحبنا غادي يطلع النيفو شوية، وعلى ما كيبان ان ضحية وحدة ما بقاتش كافية، وغادي يفتتح بالفتاة بريندا بال. وموراها ب10 ايام فقط تبعتها الفتاة جيوكان هاوكنز. هذا الامر خلى البوليس مشلولين وما قادين يديروا حتى شي حركة، لحقاش تيد باندي كان خدام ما كاين غير الدق والسكات، وما كيخليش موراه الاثار نهائيا. وكيف كيقولوا دقته ما كتنوض غبره. السكان ديال امريكا ركب فيهم تيد باندي الرعب ديال بصح، ولا داير كي بحال هذاك بوعو ديالنا، واللي بغى بنتو تبقى في الدار كيقول ليها الا خرجتي راه غادي يشدك باندي. الشرطه الامريكيه هنا زادوا في المجهودات ديالهم وبداو كيراقبوا ادق التفاصيل، والحاجه اللي ثارت الانتباه ديالهم هو ان المجرم كيقصد غير دوك البنات ما بين 18 و 22 سنه، وغير صاحبات البشره البيضاء ذوات الشعر الطويل الغير متزوجات، وكيضرب دقته غير في الظلام يعني في الليل. بعض الشهود كانوا بنات مشاو عند البوليس باش يبلغوا بداك الشيء اللي شافوه، وقالوا بانهم شافوا واحد الشاب بوغوس مع البنات اللي اختفوا في يونيو اللي هما بريندا بال وجيوكان هاوكنز، وقالوا بانهم شافوا السيد مهرس من يدو داير فيها الجبيره، وطلب من البنات يعاونوه ينزل واحد القارب من السياره ديالو واللي كانت من نوع فولكسفاغن بيتل.
ولكن الغريب في الأمر أن السيارة ما كان فيها والو. قال لهم أن القارب بعيد شوية وطلب منهم يمشيو معاه باش يعاونوه يهز داك القارب. الشهود سمعوه كيقول الضحايا بأن سميتو تيد، على ما كيبان أن هذا خطأ فادح دارو خونا. الشهود فاش عطاو المواصفات للبوليس قدروا يرسموا صورة تقريبية لتيد باندي، وانتشرت هذيك الصورة في كاع وسائل الإعلام الأمريكية. والحاجة اللي غادي تصدمك صديقي هو أن تيد باندي كان خدام في السيرفيس ديال التحقيقات تاع واشنطن. البوليس مازال ما لقاو الآثار ديال المجرم. حالة الاختفاء غادي توقف واحد المدة إلى أن تم العثور على جثتين لفتاتين اللي هما جانيس أوت ودينيس ناسلاند. في الحقيقة ما كانوش جثث كاملة وإنما مجرد بقايا. الحاجة اللي غادي يلقاو المحققين هي بعض عظام للفخذ وشي فقرات تاع العمود الفقري. استمرت حالة الاختفاء في التزايد مرة أخرى، في حين أن الشرطة لا تستطيع فعل أي شيء، بحال يديهم مكتفين وما عارفينش واش الفاعل بشر في حالنا ولا شي مخلوق فضائي أو ربما شبح مرعب. 12 يناير 1975 هو النهار اللي اختفت فيه الممرضة كارين كامبل صاحبة 23 سنة. كارين مشات باش تدوز واحد العطلة مع الخطيب ديالها، ولكن هاد العطلة ما غاديش تسالي بخير وعلى خير. كارين اختفت وما بانش ليها الآثار نهائيا. من بعد ما داز شهر على هاد الاختفاء، بعض المتزلجين لقاو جثة بدون ملابس مدفونة تحت الثلج. الجثة كان فيها الآثار ديال ضربة قوية في الرأس ديالها. البوليس قالوا أن هذه جريمة مستقلة وما عندها حتى شي علاقة بالقاتل تيد باندي. واحد النهار كان تيد غادي بالسيارة ديالو عادي. البوليس بغاو يوقفوه، ربما دار شي مخالفة في الطريق، ولكن تيد ما بغاش يحبس وتبعوه البوليس وشدوه. فاش فتشوا السيارة ديالو لقاو فيها أدوات غريبة فحال المينوط وشي أدوات ديال الحديد فحال الفاس، ولقاو أيضا قناع وقفازات، ولقاو أيضا حتى بعض الأدوات الخاصة بالتزلج، ولقاو حتى واحد التيكي ديال منتجع التزلج. وهذا المنتجع بالضبط هو اللي لقاو فيه الجثة ديال كامبل. وهنا البوليس حسوا براسهم كيتعاملوا مع شخص ماشي عادي، وربما أنهم بداو كيقربوا شوية من معرفة هوية القاتل، وعطاو أوامر بتفتيش المنزل ديال تيد باندي. وفاش قلبوا الدار ديال الشاب الوسيم لقاو بزاف ديال المينوطات والحبال وشي لعيبات كيف كتشوفوا في الصورة، ولقاو أيضا اللبسة تاع البوليس. على ما كيبان أن تيد طاح في الشبكة هاد المرة، واللي زاد خلاهم يشكوا فيه كتر هو نوع السيارة ديال تيد واللي كانت نفسها اللي شافوها الشهود اللي ديكلاراو عند الشرطة. دابا على ما كيبان أن الفار حصل في المصيدة، وفي أكتوبر من سنة 1976 الاتهام كان ثابت في حق تيد باندي، ولكن مع الأسف كانت تهمة واحدة فقط، وهي اختطاف واغتصاب وقتل الفتاة كامبل، وتحكم عليه في يناير من عام 1977. والغريب في الأمر أصدقائي أنه ما بغاش يدير محامي وما بغاش حتى المحكمة توكل ليه محامي. كيف قلنا سابقا إلا عقلتوا أن تيد باندي كان كيعشق القانون، ولدرجة أنه بدل الشعبة ديالو من علم النفس للقانون. تيد باندي بطريقة ما قدر يهرب ليهم، ولكن دوز فقط بعض الأيام ورجعوا شدوه وردوه للسجن. ولكن خونا ما كيتفاكش، عاود هرب مرة أخرى من بعد 6 شهور فقط، ولكن هاد المرة كان في حل الوحش الجائع. 6 شهور اللي كان مشدود فيها خلاتو يطلع النيفو فاش لقى الحرية ديالو، وتعاودت جرائم الاختطاف والقتل في الظهور مرة أخرى. 14 يناير 1978 تيد غادي يقتل 2 ديال الفتيات، كما أنه أصاب فتاتين بجراح بالغة. ما دوش بزاف، عاوتاني ارتكب جريمة جديدة، والضحية كانت فتاة تدعى شيرلي توماس. ولكن هاد المرة تيد باندي خلى موراه بزاف ديال الأدلة، وهاد الأدلة هي السبب باش غادي تحكم عليه بالإعدام. البوليس لقاو شوية من الشعر ديالو، زائد أن البنت اللي هجم عليها فاش كانت كتحاول تدافع على راسها طارت عليه بواحد العضة، وبقات لاطراس ديال العضة في الجسد ديال تيد باندي. مرة أخرى غادي يعاود يتشد تيد باندي، وكانت فحالها فحال المرة الأولى، يعني وقفوه البوليس وهو يهرب ليهم وعاودوا شدوه. هادشي في 15 فبراير 1978. البوليس اللي شدوه ما كانوش عارفين بأن هذا هو اللي منوض الرعب في أمريكا، ولكن سرعان ما عرفوا الهوية ديالو، واعترف تيد باندي ب 30 جريمة قتل واغتصاب. وهاد خونا هذا كان مريض بواحد المرض كيتسمى النيكروفيليا، يعني أنه كان كيلقى المتعة في تعذيب وقتل الضحية واغتصابها. الضحية واخا كتموت إلا أنه كيبقى يغتصب في الجثة ديالها الأيام وأيام إلى أن تصاب بالتعفن، موراها كيلوحها في شي واد ولا كيدفنها في الغابة. تيد باندي قال أنه ما ندم على حتى شي حاجة من داك الشيء اللي دار، بل أنه كيكره دوك المترددين والمتخاذلين. وتعرض المرة الثانية قدام المحكمة، ولكن هذه المرة كان بشكل مباشر أمام كاميرات التلفزة الوطنية الأمريكية. والأمر الأغرب واللي غادي يخلي عقلك يحبس ويتوقف عن التفكير هو أن تيد باندي ولاو عنده معجبين ومتعاطفين حول العالم، وهذا الشيء بسبب الوسامة ديالو والطريقة الدبلوماسية باش كان كيدوي. الكاريزما والوسامة ديالو خلاوه يولي محبوب عند بزاف ديال الناس، خصوصا عند الفتيات المراهقات، وكانوا كيطالبوا المحكمة باش تخفف عليه من الحكم. تيد باندي اعترف ب 36 جريمة، واخيرا جا القرار ديال المحكمة في 24 يناير من سنة 1989، وكانت هي الحكم الإعدام عن طريق الكرسي الكهربائي. وفعلا تنفذ الإعدام ديال تيد باندي، وهكا غادي تسالي المسيرة ديال واحد من أخطر القتلة المتسلسلين في العالم.
وحتى لهنا اصدقائي كنكونوا وصلنا لنهايه القصه ديال اليوم، وما تنساوش لينا اللايكات ديالكم، ونشوفكم في حلقه جديده باذن الله. تهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم.